هذا اللي شفته الناس كل اليوم. شفتوا التحكيم تاع اشرف حركاتي، وشفتوا الاربيتراج اللي صاير اليوم، اللي صار اليوم في المباراه. لقطه واضحه نتاع ضربه جزاء السيد مامباي وسع باله باش يرجع للفار ما اقل من دقيقه. بار كونتر من بعد لقطه لورجو في الهدف الثاني نتاع الاتوال شفناه ضرب اكثر من 5 دقائق وهو يستنى في الاكسيون. اليوم اصلا نشكوا اليوم من الفار يمشي في ملعب سوسه، ما فماش فار يبدو لي بالنسبه لنا في ملعب سوسه. وزيد اكثر من هكا جيت خرج الحال المدرب فريقي خاطر حكى معك على لقطه هذيك اقل من درجين، دخل ديريكت عطاه ورقه صفراء. معناتها السيد جاي قاصده بالذمه. حكينا اليوم على اشرف حركاتي وتحكيم اشرف حركاتي بعد مباراه جرجيس، واليوم نفس الشيء بالنسبه لنفس الحكم. لكن انا مش هذايا اللي مقلقني اكثر ولا مقلق النادي الرياضي البنزرتي. اللي مقلقنا اكثر هما التصريحات المشرف العام اليوم تاع التحكيم، جايبينه باش يصلح الاربيتراج في تونس على اساس الميسيون نتاعو باش يصلح الاربيتراج في تونس. ما رانا الا نلقاوه طالع في الميديا يعمل في الموفيولا نتاع ماتشات النادي الرياضي البنزرتي. السيد يطلع بارتي ترجي يعمل في الموفيولا نتاع ماتش السي بي، يحكي كان على ماتش السي